يلا يا منى انت هلكتي. يلا كفايه نقفل بقى النهارده. حاضر يا أم حاضر. مالك يا منى؟ انت من ساعه ما مشي صلاح وانت مش على بعضك. صلاح عايز يتجوزني يا أم. يا حبيبتي وساكته من الصبح؟ يا الف نهار ابيض. وزعلانه يا اختي؟ يا اختي مش زعلانه بس مستغربه. مستغربه ليه يا حبيبتي؟ انت احلى بنت في الحاره، وبعدين بصراحه له حق يموت فيكي. الا قولي له هو مشي ليه بدري؟ ما هو لازم يمشي، ما هو رمى القنبله ومشي. عايز يشوف هعمل ايه. وانت هتعملي ايه؟ اياك هترفضي. ما هو لازم افكر ياما. هو كان جايب لي المحل يعني عشان يتجوزني. وفراد يا منى الله. ما هو كده عارف اني مش هرفض. انا مش فاهمه دماغك فيها ايه. انا عايزه اعرف بقى دماغه هو فيها ايه. بكره تعرفي. بس والنبي يا حبيبتي عشان خاطر اخواتك اليتامى الغلابه، والنبي ما ترفضي، ده هيحمينا يا بت وهيعيشنا احلى عيشه. هنشوف. انت يا بنت صوت ابوكي يسمع. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا شوقي، والنبي صوته حلو يا بنت يا عايشه. وبيغني حاجه حلوه كمان. انا اعرف بابا زعلان منه ليه بس. انا عارفه يا اختي. بتسمعوا ايه؟ ها؟ بتسمعوا ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه يا اخوي. ولا حاجه؟ بتكدبي عليا يا زينب، بتكدبي على اخر زمن وقدام بنتك. وايه اللي في ايدك ده؟ ده هاتي. ايه اللي جاب موصول الرقبه ده هنا؟ ها؟ وايه الكاس ده؟ هات يا بنت الكاس ده. هاتي، جاتكوا القرف. ويحسكوا عينكوا حد يهوب ناحيه باب اوضتي، انا بقول لكم اهو. قلت لك وطي الصوت، ده بيسمع دبه النمله يخرب بيت سنيني. يا ماما انت اللي قلتي لي عايزه اسمع الشريط. يوم اكتبي خالص. يلا غوري نامي، غوري جاتك داليه. الناس فاكرة ان انا مرتاح ومقضيها غنى وافراح، بس انا ضهري اتنى من كتر ما شايل فوق هموم وجراح. انا كل ما بعدك بيطول بشوف الجرح على بصور. انت بجد لازم ترجعلي، انا مش عايش ده انا مقتول. الناس فاكرة ان انا مرتاح وافراح، بس انا ضهري اتنى من كتر ما شايل فوق هموم وجراح. كل ما بعدك بيطول بشوف الجرح على قصور. انت بجد لازم ترجعلي، انا مش عايش ده انا مقتول.
خوش قهوه. ده انت اللي منور الحاره كلها يا شيخ بصراحه. الله يخليك، هذا نورك. عفوا يا استاذ حفظي، انا انسى اسمك. بليه، بلابل، بله بلة مين يا عم صالح؟ اسمه بلال. بلال، اسف يا اخي بلال. فعلا اسمه مفروض ما ينسي. اسمه على اسم مؤذن الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ولا يهمك يا استاذ صالح، مفيش مشاكل يعني. تسلم. انا شو اقول يا استاذ حفظي؟ اقول يعني لو نسوي الفرح بمكان شيك، مكان حلو، مكان جميل. فندق مثلا، ايش رايك؟ فندق مين يا عم؟ الفرح يتعمل في الحاره، ده فرح اختي. في الحاره؟ على عيني وراسي، ما قلت شيء، بس معازيم والمطربين والآلاتية كل الناس في الحارة. كل الناس دي هتيجي هنا في الحاره. خلاص، في الحارة. بس انا اقول يعني ناخذ راي سعاد والحجه ام سعاد. راي مين يا عم؟ مفيش راي في البيت غير رايي، وبعدين الناس دي كلها هتيجي تجاملني انا. وبعدين يا استاذ صالح عدم المؤاخذه يعني احنا بنحب نعمل افراحنا في الحاره يعني عشان نصيد بعض. خلاص في الحاره انتوا احرار، بس شوفوا الفرح كله يكلف كم وانا جاهز. 20,000 50,000 50,000 دولار؟ دولار ولا جنيه حفظ؟ دولار مين يا عم انت؟ جنيه بالمصري، واي حاجه انا رابسه كده. يا بابي بس يا جمال، خلاص يا جمال. انت شفت حاجه؟ خلاص. ولا رجال الحاره تعمل علينا بره وجوه اكتر من كده يا عم. الحاره دي فيها اسلحه يحرر فلسطين يا بس يا بوربو، يا عم على الوش. خلاص يا حبيبي، في ايه؟ مين سبب المشكله دي؟ انا يا عم الحاج. عملوا فيك ايه؟ ضربوني وثبتوني في المنطقه. هو يا ابني عشان انت مشيل هو في ايه يا عبد الله؟ ولا حاجه، ده عيال سيس دخلوا الحاره وخدوا واجبهم. تعالوا يا رجاله، تعال. خش يا عم الحاج، خش يكش ينفع. بس الرجاله دي بتشتغل وكل واحد فيهم هياخد 50 جنيه. 50 جنيه؟ 50 جنيه يا عم الحاج؟ يا رجاله دي مش اصول، انا متربي في الحي وفاهم ايه يا جدعان. عبد الله اشتغلوا يا رجاله. تهدى شويه بقى يا عبد الله، ما تخنقنيش. اهدى ايه يا عم الحاج؟ الرجاله اللي تشتغل في اليوم لازم تتغير تاني يوم، احنا مش عايزين اي حد يعرف احنا بنعمل ايه. تصدق وتؤمن بالله هتودينا في داهيه. يا سلام على دماغك، هو ده اللي مطمني. يلا ايه يا عم الحاج؟ ايدك على 200 جنيه مصاريف نسريه. نسريه؟ ادي النسريات بتاعتك دي. انا ولا نسريه ادي النسريات اهو، اتفضل فلوس نسريه. احنا بقى دلوقتي هنبدا شغل، اتكل انت على الله وانا اي قلق هديك رن. يا عم ما تقلقش من اي حاجه. يلا يا عم، عاجبك الحر اللي احنا فيه ده؟ يلا يا عم ما تقلقش من اي حاجه، انا عايزك تديني رنه كده وتفرحني. هرنلك يا سيدي، يلا اتكل على الله. يعني تمام الحياه تمام؟ الحياه تمام، واقفل الباب وراك. هنقفل الباب ورايا. بص بالراحه يا رجاله كده بالهدوء. يا بابا انت مش عاوز تقول لي في ايه؟ هو احنا رايحين نزور حد؟ يا اخي ما تستعجلش على رزقك، اصل النهارده عيد ميلاد ابله ناهد. واكد لك هي تلاقيها مش مركزه وناسيه اليوم ده، واحنا عايزين نعملها لها مفاجاه بقى. طبعا. ايه رايك في التورتيه دي؟ حلوه يا بابا، كويسه. مش غاليه دي ب 60 جنيه. كويسه يا بابا، رخيصه يعني. 60 جنيه دي مش كده؟ ان شاء الله. وان شاء الله هتعملوا لنا ديسكاونت كده ولا حاجه؟ تحت امرك يا فندم. بس عشان نبقى زباين المحل يعني. ندور يا فندم ان شاء الله. اشكرك. بس بص على حاجه، انت مش هتجيب حاجه لابله ناهد؟ هجيب لها طبعا يا بابا. طبعا يا اخي، دي مرات ابوك. الله، انت مش معاك فلوس؟ معايا. خلاص سد مطرحي بقى يا اخي. حاضر. على كل حال يعني مش هنعمل
مش هنعمل حفله وبتاع وحاجات كده، هنطفي الشمع لوحدينا احنا كده على قدنا يعني، مش هنعزم حد يعني، على قد التورتايه دي. احسن برضه. عايزك بقى ايه؟ ترمي العلبه دي، طلع التورتايه، تروق الدنيا، تحضر الساقع، كوبايات، شوك، سكاكين، معالق كده، عمال انا بقول للناهد واجي لك، خد بالك، عايز البتاع السفره هنا وعيد الميلاد يبرق، ما تنساش الشمع. حاضر. ما تخطرليش الشمع لا تودينا في دماغي. طيبة يا عمر. انت طيب. متشكرة يا جماعة قوي، مفاجأة حلوة قوي. كمان بس خلي كل حاجة في الموضوع. مالك يا في ايه؟ ده ناهد مش جوه. ايه يا بابا؟ تليفونها مقفول برضه؟ مع اني يا اخي كلمت الواد سعد كول، جاب لها تليفون ب 2000 جنيه ما يقطعش شحن ابدا. طب انا هنزل شويه يا بابا، لما تيجي تبقى كلمني. روح يا حبيبي، ما تضيعش وقتك انت، روح. سلام. هي ما قالتش لحضرتك رايحه فين؟ يعني هكون راحت فين بس اهو، يعني النهارده عيد ميلادها، يا عند الكوافير، يا عند مامتها، يا عند ناديه صاحبتها، يا في السوق، يعني في حته من ال15 حته اللي بتلفهم كل يوم دول، يعني هتروح فين؟ طب انا ماشي يا بابا. سلام يا حبيبي. 60 جنيه راحوا في الهوا. تشربي حاجة؟ لا. خلي بالك، انت من ساعة ما قعدت ما فتحتش بقك. حاول ايه بس؟ ما انت ملخبط. بص يا منى، انا هجيب لك من الاخر. انت عارفه ان انا بدرس حقوق عشان حلم حياتي اللي انا اعلق الدبور. ما هو ده اللي انا بقول. معقول يا بنت هتتجوزي واحد ظابط؟ مش معقول ليه؟ بس جواز بيننا وبين بعض يعني. يعني ايه؟ عرفي. عرفي؟ عرفي زي الرسم بالظبط، لغايه ما اعلق الدبوره كده. عايزك تقفي جنبي. يا نهار اسود، بعد ما تفرحني تقوم تكتمني كده؟ عرفي ايه يا صلاح باشا؟ ولا مؤاخذه يعني عشان احنا مش قد المقام؟ هو العرف ده هيبقى رسمي، بس علق الدبوره. انت عارف ان هم بيعملوا عننا تحليات جامده قوي. التحليات هتفضحني يا بنت اللي بحبك، عايزك. وانا موافقه يا صلاح باشا. يبقى ربنا يتمم بخير. تشربي حاجه بقى؟ مين شربات يا متر؟ إنه في يوم الاثنين الموافق 5/8 سنة 2010 قد تم تحرير عقد زواجا عرفيا بإيجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبد الله والسيدة صفاء يونس، وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد وبحضور الشهود. تفضل حضرتك مدير. توقيع النسختين بعد إذنك. النسخة الثانية من فضلك. وحضرتك وقع. النسخة الثانية. ألف مبروك السكينة. ألف مبروك. ألف مبروك. خد يا واد، بدل ما انت قاعد ساكت كده امسك. حاضر. كده تمام، بس ناقص صورة يا حاج. ايوه يا اخويا، ما انت معاك 3. بس لازم 4 صور.
يا اما انت عايزه صوره رابعه في ايه؟ ما طلعي الصوره الرابعه. اسكت انت خالص. 4 ليه؟ هو كتر صور كله منظر واحد. لازم والله يا حاجة 4 صور. مشيهم 3 بقى واديله جنيه يا واد يا عبد الله. يا حاجة جنيه ايه بس؟ جنيه؟ والله لازم 4. يا اما ما تخنقيش الراجل، انت عايزه صوره رابعه في ايه؟ ايه؟ طب خلاص مانيش عايزه بازابورت. ارتحت بقى؟ ارتحت؟ انت عايزه صوره رابعه في ايه؟ فهميني ياما فهميني. يعني يا واد الاوضه هنا ما يبقاش فيها صوره ليا يعني؟ الفيلم عند المصورات هبقى اطلع لك عليهم. طيب ماشي خلاص. خد يا حبيبي اهي اهي، دبسها بقى مع بقيه الورق ومحدش هيبص في الاوراق دي خالص. ايه رايك بقى؟ ماشي يا حاجة، اسبوع وان شاء الله هجيب لك الجواز بنفسي. يا اخويا خليهم يومين وليك الحلاوه. ماشي يا حاجة، ربنا يسهل. خلاص وصلوا يا واد وصلوا واديله حاجه. حاجة ايه بس يا حاجة؟ ما باخدش حاجة صدقيني. يا اخويا ما تعمليش فيها عفيف قوي كده. خلاص يا واد اديله 5 جنيه. يا حاجة 5 جنيه ايه بس؟ يا عم 5 جنيه يعني بعزقك كتير، انت مش فاهم حاجه. تعالى تعالى اتفضل. اتفضل يا رب لاجل حبيبك النبي يا رب سهلها لي يا رب. حطني في قدرتك يا رب. اطلع احج السنه دي بس يا رب يا قادر يا كريم. معلش يا استاذ، انت عارف سيادة الكبار. لا ولا يهمك يا استاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح يا بنت ابوحه. ايوه يا عبد الله، ايوه جاي اهو. بقول له ما تشهل يا بنت انا جاهز. خلاص خلصنا اهو. طب ما فيش حاجه على السريع كده؟ وقته ده. يما يلا يما. طيب جايه اهو. يلا شهلي يما. يا بنت جايه اهو. على مهلك. بنت صباح. ايوه يما. قلت على خالتك سعديه يا بنت. جاهزه من بدري يما وقالت لي فوتوا عليا. طب يلا. يلا.